السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ورب تكون أموركم طيبة وأحوالكم تمام إن شاء الله. النهاردة يعني عايزين نوضح لحضراتكم الفرق بين التربية في الطماطم العادية والطماطم المتسلقة. تمام. دي الطماطم المتسلقة طبعا بنمدلها خيط كويس، والنمو الخضري لازم نخف. النموات الجديدة دي ممكن تزرعها تبقى شتلة تانية. تمام. ليه بنخف النمو الخضري؟ عشان نساعد النبات ان هو يسحب معانا لفوق. طبعا ما شاء الله تبارك الله هنا في تزهير، ابتدت تعقد حب وثمار. تمام. زي ما قلنا لحضراتكم لازم نخف النمو الخضري، يعني بمعنى ان انا لو لقيت نمو هنا كده، ده نمو جديد هيطلع معايا فرع تاني، ده انا لازم اخفه، لازم اشيله. تمام. وده كمان كويس. ليه؟ عشان بس النبات يسحب معايا لفوق، ولما يوصل معايا الارتفاع 50 سنتي ابتدي اربي على حسب احتياجي وعلى حسب حجم الثمار. طيب، لما يجي حد من الناس المحترمة يسأل على التسميد الطماطم، اكبر مشكلة فيها هي التوت ابسوليوت اللي هي السوسة. دي يعني الوقاية خير من العلاج. لازم حضرتك من البداية تكون مختار مكان نضيف ومأمن نفسك ومركب فرمونات. و يعني التوت ابسوليوت ليها ادوية مستوردة كتير وفعالة جدا، ويفضل هستخدم كولاجين يكون الهولندي لانه صنف ممتاز جدا. تمام. واضح كده لحضراتكم. زي ما قلنا لما يكون عندنا الطماطم المتسلقة احنا هنا شايفين الفرق، سايبين فيه فراغ، لكن اول ما يظهر عندي نمو فرع جديد ابتدي ان انا اخفه كده اهو. خلاص، ده ممكن اشتريه تاني. يعني انا لو شديت برعم فرع ماسك حيله شوية، ممكن ان انا اشتريه تاني. نرجع للتسميد. التسميد متوازن، يوم متوازن مع كالسيوم، يوم متوازن مع بوتاسيوم، ونركز جدا على البورون وعلى الفوسفور مع بداية العقد والتزهير. طيب، الطماطم العادية يا هندسة، دي الطماطم العادية يا السادة المحترمين. الطماطم العادية احنا ما بنربيهاش، لا يعني ما بتحتاجش ان تتربى، لان انت بتكون محتاج منها انتاجية كثيفة. لكن لو التسميد عندك فيه مشكلة، عندك مشكلة في الري، بتضطر حضرتك ان انت تخف النموات الجديدة اللي تحت بس، الأخيرة يعني في آخر 5 سنتي من النبات. لو حجم الثمار عندك مش كبير وتقدر تستفاد بالفرع ده انك تعمله شتلة، والطماطم ما شاء الله سبحان الله بتشد على طول في الأرض. أتمنى أكون فدت حضراتكم، ويا ريت الطماطم نهتم بالرش الوقائي في توت ابسوليوت والفرمونات والأقرص برضو. المن في الطماطم برضو مشكلة، لكن كله سهل ونقدر نتغلب عليه لو استخدمنا الرش الوقائي، وربنا يسترها على الجميع إن شاء الله.